ما شاء الله ما شاء الله. عالسلامة ومرحبا بكم في قناة المطبخ التونسي بإيطاليا، لا كوتشينا تونيزينا ان إيطاليا. اليوم باش نعمل معاكم عصبان تونسي على طريقتي انا وكما كانت تعملوا امي الله يرحمها. بنة عالمية ما نحكي لكمش. حسيلو خذيت كيما هكا الكرشة متاعي، غسلتها بالباهي ومن بعد ما غسلتها نظفتها بالباهي خذيتها كيف ما هكايا، قصيتها تروك متوسطين، لهم كبار ولهم صغار، ونظفتهم بالباهي ونحيت لهم اكل وسخ نتاعهم هذاك الكل ليكا كيف ما هكا. دات لي بيضه مش نورمال، وحطيتها في شويه خل وماء كيف ما هكا، وخليتها تتنفخ شويه باش ما عادش يبقى فيها حتى ريحه. خذيت كيف ما هكايا انا شويه العصبان نتاعي باش نحط فيه شويه اللحم كيف ما هكا، اللحم نتاع العلوش كيف ما هذايا هكايا الحم، باش نحط فيه شويه كبده وقلب كيف ما هكا. الكبده والقلب حطيتهم في الماء شويه ماء سخون كيف ما هكا، ومن بعد قصيتهم. خذيت كيف ما هكا لفحات كيما هكا تابل وكرويه، فلفل اكحل كركم، فلفل زينه وملح. وخذيت كيف ما هكا شويه نعناع كيف ما عنديش نعناع شاي، حطيت شويه نعناع اخضر، رويش ثوم كيف ما هكا هروشته، شويه بصل كيف ما هكا، هذا بصل نورمال الكعب هذاك قصيته كيف ما هكا. خذيت زاده شويه بصل ربعي كيف ما هكا ما شاء الله يفوح العصبان مش نورمال. خذيت شويه طماطم وشويه هريسه عربي كيف ما هكايا، عندي شويه طماطم وشويه هريسه عربي، شويه زيت زيتونه كيف ما هذا هكايا، شويه زيت زيتونه، شويه سلق، شويه معدنوس، وباش نخلطهم الكل مع بعضهم ونوريهم لكم ان شاء الله. القصعه متاعي حطيت فيها طريفات اللحم كيف ما هكا، وطريفات الكبده والقلب، كبده والقلب كيف ما هكا. حطيت فيها انا عندي شويه شحم مانيش باش نحطو الكل، جيست شويه وبرا باش نفوح بيه شويه تونه وبرا هكا باش نفوح شويه وبرا، خاطر اللحم نتاعي ما فيش حتى طرف شحم، جيست شويه هكا وبرا باش نفوح بيه تفويح وكهو. خذيت بعد ما خذيت تويك اللحم نتاعي والكبده والكل باش نفوحهم، باش ناخذ اللفاح نتاعي كيف ما هكا، باش نصب عليهم اللفاح الكل كيف ما هكا، الثوم والنعناع كيف ما هكا. نصب شويه زيت من الاول هكا باش نخلطوا شويه هكا مع الفاح واللحم. بعد ما خلطت لفحات الكل في شويه اللحم والكبده باش ناخذ البصل نتاعي، باش نحط البصل كيف ما هكا، البصل الانواع الزوز نتاع البصل باش نحطهم كيما هكا، باش نحط الهريسه والطماطم باش نحطهم تويكه هكايا. نكمل نصب عليهم شويه الزيت اللي خليته قبيله كيف ما هكا، نزيد نخلطهم تويكه، ندخلهم في خلطوا بالباهي كيف ما هكا، ندخلهم في بعضهم تويكه. بعد ما خلطت في اللفاحات واللحم والبصل والكل مع بعضه باش نحط المعدنوس كيف ما هكا، نتبع بشويه ونحط السلق زاده كيف ما هكا. حطيت شويه روز كيف ما هكا، ناخذ شويه هكا ونتبع. خلطت كل شيء مع بعضه ما نحكي لكمش، الريحه خارجه ما نحكي لكم. كيف ما تشوفوا هكايا خذيت الكرشه متاعي خيطتها الكل نص تخييطه كيف ما هكا، خليت فيها نقبه محلوله كيف ما هكايا باش نعبي منها، ومن بعد ما نعبيهم نخيطهم الكل، وانا نعبيهم الكل ومن بعد نخيطهم ناخذ كيف ما هكايا، نعبي الكرشه نتاعي العصبانه نتاعي كيف ما هكا. نحاولوا باش ما نعبوهاش برشا معناها، نحاولوا باش نخلوا لها شويه هكايا فضاء، على خاطرها هي من بعد كتيب تتنفخ، معناها العصبانه تتنفخ. انا عملتهم كعيبات متوسطين، لهم كبار ولهم صغار متوسطين، نخلوها هكايا مرخوفه شويه كيف ما هكا.
ما شاء الله الكرشة متاعي عملت لي 8 كعيبات عصبان كيف ما هكا، معاهم 3 كعيبات مردة كيف ما هكايا. وكيف ما تشوفوا لهنا فضلت لي انا شوية الحشوة متاع العصبان، زدت عليها شوية روز، زدت عليها شوية سفنارة، كعيبة طماطم، قرين فلفل، زدت عليها بصلة وخلطتهم، زدت عليهم شوية زيت من فوق، شوية حمص، وتويكا باش نعملهم رز بالخضرة بالعصبان. هذا تويكا باش نحطهم يفوروا، حطيته يفور تويكا على النار كيف ما تشوفوا هكا، حطيناه فور نصيف ساعه كيف ما هكا، ومن بعديك هبطناه باش نخلطوه مع بعض ونزيدو نعاودو نحطوه يفور، نقلبو وناخذ نقب الكعبات العصبان هكا طيب في سعفيسه باش يدخل لها البخار والطيب في سعفيسه كيف ما هكا، نقبوها كيف ما هكا، نقيبات 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 كيف ما هكا. تويكا كيف ما تشوفوا هكا عاودت رجعته يفور مرة أخرى. ما شاء الله نودكم ولا نشهيكم بنا وريحة ما نحكي لكم، جربوا كيف ما عملت وانا وتذكروني ورحموا لي على والدي ان شاء الله.